الرياح يمكن أن تصل إلى غاية 90 كيلومتر. السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الجوية الخاصة بتوقعات الطقس اليوم الغد والأيام القادمة. إذا من يوم الأحد والاثنين وكذلك يوم الثلاثاء توقعات مفصلة لخرائط الهطول وكذلك هبات الرياح، إضافة إلى حالة البحر والملاحة وكذلك درجات الحرارة. لذلك تابعوا النشرة الجوية إلى النهاية للإحاطة بكل تفاصيل الطقس بالخليج العربي. نبدأها بصبيحة يوم الغد، أن يرتقب أجواء مستقرة على دولة الكويت وأيضا البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة والإمارات وكذلك عمان ومعظم أرجاء المملكة العربية السعودية، عدا مناطق معزولة من مدينة رفح احتمال لزخات رعدية جد محلية وضعيفة ومتفرقة مع منتصف النهار. إذن عواصف رعدية ستنشط خاصة جنوب مدينة العلا بالمرتفعات السعودية الغربية، زخات رعدية جد محلية ومتفرقة، أيضا احتمال مناطق من جنوب حائل زخات رعدية جد محلية ومتفرقة وضعيفة. الجو مستقر بباقي أجزاء المملكة العربية السعودية وأيضا الكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وأيضا دولة عمان. بالنسبة لأمسية يوم الغد، إذن خلال المساء عواصف رعدية، إذن رعود عنيفة ستنشط يوم الغد الأحد، وهذا ابتداء من الأمسية بعد الزوال. إذن رعود تنشط خاصة على مناطق غرب الكبريت وحائل وأيضا مرتفعات جنوب العلا بالمملكة العربية السعودية. كل هذه المناطق معرضة لرعود قوية خلال أمسية يوم الغد. كذلك احتمال لرعود محلية بمدينة الأبراق بالكويت. أجواء مستقرة على كل من البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة ودولة عمان. بالنسبة لليل، الفترة الليلية اليوم الغد، إذا مدينة الأبراق وأم قصر بدولة الكويت رعود محلية ستنشط، احتمال زخات مطرية متفرقة. أجواء مستقرة بالبحرين وقطر. بالمملكة العربية السعودية زخات رعدية دائما بغرب حائل وكذلك احتمال لمناطق القيسومة وغرب الكبريت وأيضا بمناطق مدينة الملك فهد. كذلك مرتفعات العلا احتمال لزخات مطرية بالمملكة العربية السعودية. أجواء مستقرة بالبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وأيضا دولة عمان. صبيحة يوم الاثنين، إذن بالنسبة ليوم الاثنين خلال الصبيحة الأجواء ستكون مستقرة عموما على دولة عمان والإمارات العربية المتحدة وكذلك قطر والبحرين والمناطق الوسطى والجنوبية من الكويت، عدا مدينة أم قصر المناطق الشمالية منها معرضة لزخات رعدية محلية. كذلك مناطق من حائل ومدينة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية احتمال لزخات رعدية بها وكذلك مرتفعات جنوب العلا بالمملكة. أجواء مستقرة بباقي أجزاء المملكة العربية السعودية. بالنسبة لمنتصف النهار، خلال منتصف النهار أجواء مستقرة دائما بالبحرين وقطر والإمارات العربية وعمان ومعظم أجزاء المملكة العربية السعودية، عدا مناطق مدينة الملك خالد، كذلك مناطق الوسطى والجنوبية من الكويت كالأبراق وأيضا مدينة الكويت والجهراء وأيضا صباح الأحمدي وصباح الأحمد والأحمد وأيضا علي صباح السالم ومدينة الكويت، كلها ستشهد أمطار، وهذا ابتداء من منتصف نهار يوم الاثنين. كذلك بالمملكة العربية السعودية كمدينة القيسومة وكذلك مدينة الملك خالد وأيضا مناطق من حائل، كلها معنية برعود وأمطار ستكون متوسطة الغزارة، وهذا ابتداء من منتصف نهار الاثنين. مع أمسية يوم الاثنين أجواء دائما مستقرة على البحرين وقطر وأيضا الإمارات وعمان والمناطق الشمالية من الكويت وكذلك معظم أجزاء المملكة العربية السعودية، عدا مناطق من أم الجماجم وكذلك احتمال مناطق من عفيف وأيضا شمال الرياض زخات رعدية وكذلك مدينة الملك خالد وجنوب الكويت، خاصة بمناطق الأحمدي وكذلك صباح الأحمد وعلي صباح السالم وكذلك احتمال مناطق من الجهراء، كلها ستكون معنية ببعض الأمطار وأيضا احتمال مناطق أن تمتد إلى غاية مناطق الخفجي بالمملكة العربية السعودية وأيضا مناطق من القيسومة، كلها ستكون معنية ببعض الأمطار. أجواء مستقرة باقي أجزاء الخليج العربي. إذا خلال ليلة يوم الاثنين أجواء دائما مستقرة على دولة عمان وقطر والإمارات العربية المتحدة وكذلك البحرين والكويت ومعظم أجزاء المملكة العربية السعودية، عدا مناطق من حائل خاص المناطق الجنوبية منها احتمال زخات رعدية دائما وجنوب مدينة الملك خالد احتمال تمتد إلى غاية مدينة الخفجي بالمملكة العربية السعودية بأقصى المناطق الشرقية. بالنسبة لصبيحة يوم الثلاثاء، الآن خلال صبيحة يوم الثلاثاء استقرار على عمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وكذلك معظم أجزاء الكويت عدا أقصى المناطق الجنوبية خاصة بمدينة
صباح الأحمد بالكويت. معظم أجزاء المملكة العربية السعودية أجواء مستقرة عدا مناطق من شمال الرياض ومدينة الملك خالد، وأيضا احتمال مدينة الخفجي، وكذلك جنوب حائل، كلها معنية بزخات رعدية، وهذا صبيحة يوم الثلاثاء. بالنسبة لمنتصف النهار دائما تبقى نفس المناطق معنية: شمال الرياض وأيضا الخفجي، واحتمال مناطق من القيصومة ومدينة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية دائما تحت تأثير زخات رعدية. أجواء مستقرة بالكويت، وكذلك قطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة وعمان وباقي أجزاء المملكة العربية السعودية. خلال أمسية يوم الثلاثاء إذن زخات رعدية ستكون بشكل متفرق على المناطق الغربية من الكويت وأيضا شمال الكويت والمناطق الوسطى من الكويت. أجواء مستقرة على البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وعمان ومعظم أجزاء المملكة العربية السعودية عدا مناطق الرياض، واحتمال أيضا الجماجم ستكون معنية بزخات رعدية، وأيضا القيصومة ورفحاء كلها ستكون، وأيضا مدينة الملك خالد ستكون معنية بزخات رعدية. وهذا أمسية يوم الثلاثاء. بالنسبة لليلة الثلاثاء أجواء دائما مستقرة على عمان وكذلك الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين ومعظم أجزاء المملكة العربية السعودية عدا المناطق الشرقية منها كالسيفانية والمسلمية، شمال مناطق جبيل احتمال لزخات رعدية، وأيضا مناطق جنوب الكبريت وجنوب مدينة الملك فهد جنوب مدينة الملك خالد نحو شمال الرياض احتمال لزخات رعدية. كذلك مناطق شمالية من الكويت والوسطى خاصة قصر ومدينة الكويت والمناطق الشمالية منها معنية بأمطار قد تكون رعدية خاصة أقصى شمال الكويت. ننتقل الآن لهبات بالنسبة ليوم الأحد. الرياح ستكون قوية خاصة بدولة السعودية، خاصة مناطق جنوب شرق تبوك وغرب مرتفعات العلا، رياح قوية تقارب 60 كم في الساعة، وأيضا مدينة الملك خالد، وأيضا بحائل، وأيضا شمال الرياض وأم الجماجم وجدة وأيضا المدينة، وكل هذه المناطق ستكون معنية برياح قوية تقارب 50 كم في الساعة. رياح من ضعيفة إلى قوية نوعا ما خاصة على دولة الكويت، معتدلة إلى قوية تقارب 50 كم في الساعة، معتدلة على البحرين وأيضا قطر والإمارات العربية المتحدة، كذلك معتدلة على دولة عمان. الرياح ستكون معتدلة عموما يوم الاثنين على الكويت وكذلك الإمارات العربية المتحدة وعمان، بينما في البحرين رياح قوية نوعا ما، وكذلك شمال قطر احتمال تصل لغاية 50 كم في الساعة، معتدلة بباقي أرجاء دولة قطر. وبالنسبة للمملكة العربية السعودية الرياح ستكون قوية تقارب 70 كم في الساعة، خاصة بالرياض وما جاورها، كما هو ملاحظ غرب الجبيل والرياض وجنوب مدينة الملك خالد، واحتمال أن تطل أيضا رفحاء وأم الجماجم وأيضا مناطق عفيف وشرق مدينة جدة وكذلك المدينة، كلها معنية برياح قوية ابتداء من يوم الاثنين. الرياح يمكن أن تصل إلى غاية 90 كم في الساعة، خاصة باللون البنفسجي، كما هو ملاحظ. أرشح دائما لتطاير الرمال والعواصف الرملية بهذه المناطق. باقي أرجاء المملكة العربية السعودية ستشهد رياح من ضعيفة إلى معتدلة إلى قوية في بعض الأحيان. بالنسبة ليوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء الرياح ستكون معتدلة على مناطق الكويت وكذلك الإمارات العربية المتحدة وعمان ومعظم أجزاء المملكة العربية السعودية عدا مناطق المدينة وأيضا شرق جدة واحتمال أم الجماجم ومناطق الرياض، كلها ستشهد رياح قوية. أيضا مناطق القيصومة تقارب سرعة رياح 50 كم في الساعة، وباقي أجزاء المملكة رياح معتدلة، وأيضا الكويت رياح قوية نوعا ما بدولة قطر ستقارب 50 كم في الساعة. بالنسبة لحالة البحر، إذن البحر سيكون جميل يوم الغد الأحد على سواحل الكويت وسواحل البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وأيضا دولة عمان، كذلك السواحل الشمالية والوسطى من المملكة العربية السعودية يكون من مضطرب إلى قليل اضطراب على السواحل الجنوبية الغربية وكذلك السواحل الوسطى، ارتفاع الأمواج يقارب المتر إلى المترين خاصة باللون الأزرق الغامق. بالنسبة ليوم الاثنين، إذن يوم الاثنين البحر سيكون من قليل اضطراب إلى مضطرب على كافة مناطق البحر الأحمر، خاصة المناطق الجنوبية منه يقارب ارتفاع الأمواج على سواحل الجيزان المترين، كذلك ما بين المتر إلى المتر والنصف باقي سواحل البحر الأحمر. البحر سيكون جميل على سواحل قطر وأيضا البحرين وأيضا الكويت والإمارات العربية المتحدة وأيضا دولة عمان عدا السواحل المطلة على صلالة وصولا إلى مدينة حلف ومرورا بمدينة قزد. البحر سيكون قليل الاضطراب بهذه المناطق. يوم الثلاثاء البحر سيكون قليل الاضطراب على سواحل البحر الأحمر، ارتفاع الأمواج يقارب المتر والنصف، وبحر جميل على سواحل الكويت
والإمارات، وأيضا دولة عمان، عدا السواحل الخط الرابط ما بين مدينة قصد وأيضا حلف، أين البحر سيكون قليل الاضطراب يقارب ارتفاع الأمواج المتر الواحد. كذلك سواحل قطر معرضة لبحر قليل الاضطراب، ارتفاع الأمواج يقارب المتر، بينما سواحل البحرين البحر سيكون جميل عموما بسواحل البحرين. والآن أترككم مع درجات الحرارة. إذا إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة الجوية، نتمنى أن تكون قد أعجبتكم وأفادتكم. لا تنسوا تسجيل الإعجاب وكذلك الاشتراك ومشاركة النشرة مع أصدقائكم لتعم الفائدة، والتفاعل في التعليقات بذكر الأجواء في منطقتكم في مناطقكم المختلفة بالخليج العربي. نلتقي في النشرات الجوية القادمة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.